هاي يا حلوين، اتمنى انكم تكونوا بخير ويلا نكمل مع بعض رحلتنا في كورس الستايلينج. لو كنت بتبصي في المرايه وحاسه ان جسمك مستقيم وما فيهوش منحنيات واضحه وبتحتاري في كل مره تختاري لبسك، فالفيديو ده ليكي. النهارده هنتكلم عن جسم المستطيل، ازاي تعرفي اذا كان هو شكل جسمك وايه هو اللبس المناسب ليه سواء كنت محجبه او غير محجبه. هنشرح كل التفاصيل من البلوزه للحذاء، وهنغطي كمان كل المشاكل اللي ممكن تواجه الجسم ده زي البطن البارز او كبر الصدر، ونقدم لك كمان حلول تنسيقية عملية وسهلة. يلا نبدأ ونكتشف الجمال المميز في جسمك. جسم المستطيل او اللي بنسميه احيانا بالرياضي بيكون فيه الاكتاف والخصر والوركين تقريبا بنفس العرض، ومفيش فرق واضح بين الخصر وباقي الجسم. ده معناه ان الجسم بيكون مستقيم، وممكن يبقى فيه بعض الامتلاء او يبقى نحيف، بس الشكل العام بيكون بدون انحناءات واضحة. اهدافنا هنا بتكون خلق وهم بوجود منحنيات وابراز الخصر وعمل توازن بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وكسر الشكل المستقيم بخطوط وقصات ذكيه. ونبدا مع الملابس المناسبه. من فوق بنستخدم بلوزات بفتحات رقبه زي الفي او اليو لتطويل الرقبه، والبلوزات الراب او البيبلم لتحديد الخصر، ونختار كمان بلوزات تكون بطبقات او كشاكش او تفاصيل على الاكتاف او الصدر علشان نخلق شكل منحني. وللمحجبات يفضل نختار لفات حجاب خفيفة مع ياقة واضحة وطبقات بسيطة بدون تضخيم. وتجنبي ملابس بدون خصر واضح لأنها بتزيد من استقامة الجسم، والقصات المستقيمة جدا بتعزز الخط العمودي وما تضيفش أي منحنيات. أشكال الرقبة المناسبة هي الفي نيك والسويت هارت واليو شيب والراب، والرقبة العالية بفيونكة أو رابطة، وكل القميص الكلاسيكي، وهنا بيفضل يكون بخصر محدد أو نلبسه مع حزام لخلق شكل الساعة الرملية. الجواكت والمعاطف المناسبة الجاكيتات القصيرة أو متوسطة الطول ويكون ليها خصر محدد، أو البليزر لو في قصة عند الخصر أو هو يكون عليه حزام. والمعاطف الراب. والجيبات المناسبة هي عندنا الجيبة الكلوش أو الاي لاين، والجيبة الكسرات، والجيبة الطبقات، والبنسل سكيرت مع بلوزة منفوخة عشان نبرز الخصر. وللمحجبات الجيبات بالهاي ويست بتكون ممتازة، ونلبس معاها توب او بلوزة وندخله جوه الجيب. وتجنبي الجيبة المستقيمة بدون خصر والجيبة البنسل الضيقة جدا. وهي البنطلونات المناسبة عندنا الوايد ليج والبوت كات والكارجو والباجي، وكلهم هاي ويست، والبنطلونات اللي بيكون فيها جيوب على الجنبين لزيادة عرض الورك. وتجنبي البناطيل اللي بتلزق على الجسم لانها بتظهر استقامة الجسم اكتر، كمان البنطلونات السكيني. وفي الفساتين بنختار الفستان الراب او البيبلم او الاي لاين، ونتجنب الفستان المستقيم بدون تحديد للخصر او فستان ضيق جدا بدون تفاصيل. يفضل دايما نختار لفات حجاب ناعمة بدون حجم كبير علشان الجسم يفضل متناسق. والاحذية المناسبة عندنا اكتر من نوع. اولهم الكعب المتوسط للعادي بيضيف انوثة ورشاقة، والاحذية اللي بيكون فيها تفاصيل او ربطات. وكمان البوت القصير مع الجيبة الاي لاين او الفستان بيعمل توازن في الشكل اللطيف. ونتجنب الحذاء اللي بيكون ضخم او فلات وسميك وبدون كعب. والاكسسوارات المناسبة بيفضل دايما نختار الاحزمة العريضة عند الخصر لانها بتكون افضل وسيلة لابرازه. ونتجنب الأحزمة الرفيعة. والسلاسل بنختار السلاسل متوسطة الطول اللي بتكون فيها طبقات، وبنبعد عن الطويلة اللي بتكون بدون طبقات. نختار الأقراط الكبيرة أو الملونة أو اللي بيكون فيها أحجار، ونتجنب الأقراط الصغيرة. والشنط بنختار الشنط المتوسطة الحجم علشان تساعدنا في تحقيق التوازن المطلوب، ونبعد عن الشنط الضخمة قوي. وكمان بيبقى لطيف لما نختار شالات تتلف على الخصر او تتحط بشكل مايل علشان تساعد في ابراز التقسيم. ونصايح اضافية: استخدمي دايما الالوان المتضادة، يعني لون فاتح من فوق وغامق من تحت او العكس علشان تخلقي وهم للمنحنيات. والاقمشة المناسبة بتكون التول والشيفون والستان الخفيف بتدي حجم ناعم. وبنختار القطع اللي بيكون فيها طبقات او طبقات جريئة لانها بتكون مفيدة جدا لو استخدمناها، لكن في جزء واحد بس علشان نبرز نقطة معينة احنا عاوزين نبرزها. وقبل ما نتكلم عن بعض التحديات اللي ممكن تظهر مع جسم المستطيل، خليني اقولك على حاجة مهمة. كل جسم فيه مميزات وشخصية خاصة تميزه، والتحديات اللي بنواجهها في تنسيق اللبس مش معناها ان الجسم فيه عيب، بالعكس هي فرص بنستخدم فيها الموضة بذكاء علشان نظهر اجمل نسخة من نفسنا. ودلوقتي تعالي نشوف ازاي نقدر نحل كل تحدي بطريقة عملية وبسيطة. اول حاجة عندنا هي بلوز البطن،
بما ان الخصر مش محدد طبيعيا فاي امتلاء في البطن بيظهر بوضوح. فالتنسيقات المناسبة بتكون البلوزات مثلا بنختار موديلات تكون واسعة شوية لكن مش فضفاضة بزيادة، ونختارها تكون فيها طبقات او طيات تحت الصدر اللي هي الامباير ويست عشان تغطي البطن، والبلوزات راب. والفساتين بنختار برضو الامباير دريس او الكروش او الاي لاين. والبنطلونات بنختارها تكون هاي ويستد بخصر عريض وما يكونش القماش مطاطي وخفيف، وكمان البنطلونات المستقيمة او الواسعة من تحت. بالنسبة للمحجبات استخدمي كارديجان طويل مفتوح مع بلوزة قصيرة بخصر محدد، واختاري لفات حجاب تكون خفيفة متوازنة بدون حجم عند الصدر، وتجنبي الأقمشة المطاطة جدا أو البلوزات القصيرة اللي بتنتهي عند البطن أو الأحزمة الرفيعة على الخصر مباشرة. تاني حاجة المؤخرة. في الجسم المستطيل ممكن يكون في مؤخرة بارزة لو في تراكم دهون خلفي أو تكون مسطحة جدا حسب البنيان. فأول حالة عندنا هي المؤخرة البارزة، فهنختار التنسيقات تكون في البنطلونات هتختاري القصات المستقيمة أو الواسعة، وتجنبي تماما البنطلونات الضيقة جدا، وتجنبي كمان الجيوب الكبيرة أو المزخرفة على الخلف. والجيبات هنختار الجيبة تكون واسعة أو كلوش، والأقمشة هنختارها تكون تقيلة شوية. والبلوزة أو التوب هنختاره يكون طويل شوية بيغطي نصف المؤخرة أو أكتر شوية. نزلي التركيز للجزء العلوي بحيث يكون فيه كشاكش أو نقشة من فوق علشان توازني الشكل. أما في حالة المؤخرة المسطحة فبنختار البنطلونات تكون فيها جيوب خلفية بارزة، أو البنطلونات تكون فيها هاي ويست وفي جيوب على الجوانب. والجيبات برضو نختارها تكون بطبقات أو فيها كسرات علشان تدي امتلاء. وبنختار كمان ألوان فاتحة ونستعمل أسلوب اللايرنج في الأسفل، يعني يكون في طبقات أكتر فوق بعض. تالت حاجة معانا كبر حجم الصدر. عند كبر حجم الصدر مع خصر غير محدد بيظهر الجزء العلوي أكبر من السفلي وبيقل التوازن بتاع الجسم. فالحل عندنا ان احنا نختار بلوزات تكون بقصات في نيك او يو نيك لتطويل الرقبة وتوزيع الحجم، ونختار موديلات تكون بسيطة ما فيهاش كشاكش عند الصدر، ونختار دايما اندر ويرز تكون بمقاسات مظبوطة جدا علشان تساعد في تنسيق اللبس بشكل كويس. والفساتين نختار فساتين بقصة امباير من تحت الصدر او الموديلات اللي بتغطي الصدر بدون ابراز زايد. والجيبات او البناطيل بنختار تكون الالوان زاهية او نقشات لشد الانتباه للجزء اللي تحت. وبالاكسسوارات نختار الاكسسوارات تكون طويلة شوية بدل القصيرة، وبنركز على الاكراد اكتر بدل العقد التقيل عند الرقبة. وتجنبي الياقات المرتفعة جدا والأقمشة السميكة او المنفوخة عند الصدر والكشاكش او الجيوب عند منطقة الصدر. اخر حاجة معانا هي قصر القامة. الشكل المستطيل القصير ممكن يبان اقصر بسبب انعدام التقسيم، فبنختار في البلوزات ان احنا ندخل البلوزة جوه البنطلون لاظهار الخصر، وبنختار البلوزات تكون قصيرة او كروب مع هاي ويست. وفي البنطلونات بنختار البنطلون الهاي ويست لانه بيساعد على اطالة الساق، ونختار القصة المستقيمة او بأرجل طويلة. وفي الفساتين نختار فساتين بطول الركبة او فوق شوية، وبنختار قصات تكون اي لاين هاي ويست. والاكسسوارات بنختار حزام يحدد الخصر بلون مشابه للملابس. وفي الشنط بنختار الشنط الصغيرة واكسسوارات طويلة عمودية علشان تزود من طول الجسم. والأحذية بنختار الكعب يكون متوسط بلون الجلد أو بلون البنطلون اللي لابسينه علشان يعمل إطالة للرجل البصرية. وتجنبي الجيبات أو الفساتين بطول منتصف الساق أو الجاكيتات الطويلة جدا أو القطع المنفصلة اللي بتقسم الجسم من النص بلونين متضادين. وتجنبي الجيبات أو الفساتين بطول منتصف الساق أو الجاكيتات الطويلة جدا أو القطع المنفصلة اللي بتقسم الجسم من النص بلونين متضادين. في النهاية مع نصيحة إضافية، جربي دايما استخدام طبقتين بأطوال مختلفة زي توب قصير وجاكيت أطول علشان تكسري الشكل المستقيم، وتجنبي التنسيقات اللي بتقسم الجسم من النص بلونين متضادين. والبدل الجاكيت فيها بيكون محدد عند الخصر بتكون من أحسن الاختيارات، وركزي دايما على الخامات اللي فيها قوام مش خفيفة أو ملزقة. وفي النهاية يا حلوين، أحب أقول لكم إن مهما كان شكل جسمك دايما في طريقة تظهري بيها جماله وتوازنيه باللبس الصح. جسم المستطيل جسم أنثوي مميز، كل اللي محتاجه شوية تفاصيل ذكية في التنسيق
وهيظهر بأجمل صورة. جربي النصايح اللي قلناها واختاري منها اللي يناسب ستايلك وشخصيتك، وقولولي في الكومنتات ايه اكتر نصيحة حسيتوا انها فرقت معاكم. ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع اي حد ممكن يستفيد، ولو حابين نكمل السلسلة مع باقي اشكال الجسم ادعموني بلايك وسبسكرايب. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.